بص، أنا خلاص مش قادرة. كل حاجة بقت على دماغي والمصاريف كل يوم بتزيد وأنا اللي بشيل. وأنا قاعد بلعب طاولة. أنا بشتغل من الصبح لليل علشان البيت ده يمشي. عارف إنك بتشتغل، بس الفلوس ما بتكفيش وأنا مش عارفة أوفي طلبات العيال ولا الأكل حتى. ما هو أنا كمان مش عايش مرتاح. المرتب بيطير أول أسبوع، وأنا زهقت من المطالب اللي ما بتخلصش. يا عم أنا بطلب الأساسيات. يعني لما ابني يجي يقول عايز جزمة جديدة أقول له إيه؟ استنى الشهر الجاي؟ ما هو كل حاجة دلوقتي بقت غالية. أنا لو فتحت جيبي على آخره برضه مش هتكفي. يعني نعيش بالعافية؟ كل يوم نعديها بالعافية؟ أنا تعبت والله العظيم تعبت. وأنا كمان تعبت، بس مفيش في إيديا أكتر من كده. أعمل إيه يعني؟ أسرق؟ أنا مش بقولك أسرق، بس على الأقل حس بيا، حس إن كل حاجة شايلها لوحدي. كلنا شايلين، بس أنت دايما شايفة إن تعبك أكتر من تعبي. عشان فعلا تعبي أكتر. أنا اللي بشوف الوشوش الجعانة وبسمع كلمة ماما جعان كل ساعتين. طب خلاص، ماشي. كل حاجة بقت غلط من ناحيتي، وأنا السبب في كل حاجة. ما قلتش كده، بس واضح إن مفيش فايدة. كل مرة بنتخانق ونرجع لنفس النقطة. أهو إحنا خلاص بقينا بنكرر نفس الحوار كل شهر، ومفيش لا حل ولا تفاهم. واضح إن الخناقة دي مش بس عن الفلوس، دي عن الإحساس بالمسؤولية وعن التعب اللي كل واحد فيهم حاسس إن التاني مش شايفه. في بيوت كتير بتنهار مش عشان الظروف، لكن عشان مفيش إحساس بالإنصاف. انتوا شايفين مين اللي عنده حق؟ الزوج اللي بيكافح عشان البيت، ولا الزوجة اللي حاسة إنها لوحدها ومحدش مقدرها؟ ابعتولنا آرائكم في الكومنتات وقولولنا لو كنت مكانهم كنت هتتصرف إزاي؟